الفيديو اللي فات اتكلمنا عن اسباب انزلاق وغضروف الفقرات القطنيه، لو ما كنتش شفته ارجع شوفه. المره دي هنتكلم على ازاي نحمي ظهرنا ان احنا ما يجيلناش انزلاق وغضروف الفقرات القطنيه. شويه حاجات محتاجين نعرفها مع بعض عشان نحمي ظهرنا. اول حاجه محتاجين ناخد بالنا ان احنا ما بنقعدش فتره طويله ولا بنقف فتره طويله، بمعنى ان احنا بنغير وضع جسمنا تقريبا كل 45 دقيقه. والناس اللي شغلها دايما قاعده فيه، الحل ان انت طول ما انت قاعد هتجيب رول اسفنجيه، ولا تكون طريه قوي ولا ناشفه، هتحطها ورا ظهرك وانت قاعد عشان نحافظ على الكيرف الطبيعي بتاع الظهر. تاني حاجه ما نشيلش تقيل، ولو اضطرينا ان احنا في حاجه عايزين نشيلها لازم نتعلم ازاي نشيلها صح. نقرب للحاجه الاول، بعد كده ننزل في وضع السكوات، نمسكها كويس، وبعد كده نطلع بشكل مستقيم ببطء لغايه ما نقف. تالت حاجه، لو عندك وزن زياده لازم تتخلص منه فورا لانه ده بيضغط على فقرات ظهرك. رابع حاجه، لازم نمارس رياضه بشكل منتظم علشان نقوي عضلات البطن والظهر. خامس حاجه، نتجنب السواقه لمسافات طويله يوميا. سادس حاجه، التدخين ممنوع. سابع حاجه، ننام في اوضاع صحيحه، يعني نجيب مخدات مناسبه لفقرات رقبتنا وظهرنا. كده معلوماتنا خلصت. لو في اي سؤال نسيبه في الكومنت، وما ننساش نعمل لايك. المره الجايه هنتكلم عن العلاج. اشوفكم في فيديو جديد.